السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلونا على النبي في الكومنتات علشان تحل علينا البركة. وتعالوا ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الحاجات الحلوة والجمال ده كله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد. أنا عملت هنا دي شوربة، وعملت فراخ، عملت 14 صنف من الفراخ. ولسه مكملين إن شاء الله باقي الوصفات. عملت فراخ كنتاكي، وعملت ستريبس، وعملت بانيه، وعملت شاورما الدجاج، وعملت كمان شيش طاووق، وعملت فراخ تكة قلتها طيب. وعملت كمان في هنا ربع صدر هعمله فراخ مدخنة اللي بنشتريها من الهايبرات، غالية جدا. ومعانا الكبد والقوانص بإذن الله تعالى هنعملها وصفة حصري ما اتعملتش قبل كده، تجديد وتغيير في الأكل بإذن الله. وعملت كمان زنجر اللي هي الأجنحة بتاعة الدجاج. يلا بينا نسمي الله وندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الحاجات دي ازاي. انا كان معايا ست فرخات كده. غسلت، قطعتهم. انا قطعتهم بايدي. حابه ان انتي توديهم عند الجزار يقطعهم براحتك، حابه ان انتي تجيبيهم مقطعين براحتك خالص، الموجود عندك، مش لازم العدد كمان. لو هتعملي الوصفات اللي انا بقولها آه على حسب امكانياتك انت. انا كل ما بقطع الفراخ او اللحوم لازم بغسلها طبعا. هنا جيت اقطع صدور الفراخ بانيه، لقيت انها محتاجة تتجمد شوية في الديب فريزر، بحيث ان انا اقدر اقطعها شرايح او ترانشات للبانيه. لقيتها، بصوا شايفين، لقيتها طرية كده، فمش هتساعدني ان انا اقطعها بالسكينة، او السكينة مش حامية معايا لدرجة ان هي تجيبها شرايح رفيعة. ماشي. فهضطر ان انا الم الصدور كلها مع بعضها كده، وهدخلها في الديب فريزر تجمد شوية او تشد معايا، علشان اقدر ان انا اشكل منها حسب ما انا عايزة. كلنا عارفين ان البانيه غالي جدا جدا، وصل 90 جنيه وزيادة كمان. انا بعمل كده كده. انا لميت البانيه كله وهشيله في الديب فريزر يشد شوية. انا بعمل كده كتوفير، ممكن ربع فرخة يكفيني انا والولاد كمان. تمام. من تتبيلة واحدة هعمل ال14 صنف دول. انا معايا هنا التوابل بتاعتي: بصل وطماطم، كل فرخة بمقدار بصلاية، وكيلو الا ربع من الطماطم. وحطيت يدوب كده كام فص توم يدوا نكهة، مش اكتر، بس ما كترتش، علشان خاطر كلنا عارفين ان البانيه ممكن يشرب التوم، يمتص التوم ويقلب طعمه على السمك. معايا كمان توليفة حلوة جدا من التوابل، انا حباها صحية جدا. كمان حطيت قرنفل. القرنفل فوائده كتيرة وعظيمة جدا جدا. وحطيت قرفة، واحنا عارفين فوائد القرفة طبعا. انا مش بحكم على اولادي ان هم يشربوا الحاجات دي، فبضطر ان انا اطحنها في التوابل كمنكهات من ناحية، وحاجة صحية من ناحية. انا هنا بوريكم الفرق بين الكباب الصيني والفلفل الاسود. الكباب الصيني بتبقى حبتها تخينة شوية، والفلفل الاسود بتبقى رفيعة شوية. ورق اللوري وحبهان، ورق لوري وحبهان بس. ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، كبابة صيني، قرنفل، قرفة. شوفوا بقى التوليفة دي هتبقى ريحتها عاملة ازاي. طيب انا ضربت هنا في الخلاط معايا البصل، علشان انا مش عايزاه خشن، وما نعمتوش قوي برضه، والطماطم. وطحنت كمان البهارات. انا بحب اطحن البهارات كويس جدا. يا سلام يا سلام لو حطيتوها على النار، تاخد بس كده نكهة التحميصة، هتبقى حاجة روعة جدا. طيب، وعصرت كمان كمية من الليمون في مقدار كده 5 ليمونات. طبعا كلنا عارفين ان الليمون بيساعد على التسوية بتاعة الفراخ. يعني لما تبقى تعملي محلول نقع للفراخ وانتي بتسويها في التتبيلة، ليمون او خل
وزبادي الزبادي بتخلّيها juicy، والليمون ليها طراوة أو بيساعد على نسبة السوا. طبعًا أنا ما كانش عندي فلفل، المفروض إن أنا أحط فلفل وجزر مع التتبيلة بتاعتي، لكن ما عنديش، فاكتفيت أنتم عارفين معجون الفلفل ده أو دبس الفليفلة، أو خلاصة الفلفل ده فلفل هالوبينو اللي أنا كنت عرضته معاكم، ده البرطمان ده جاهز بصراحة، فحطيت منه. أنتِ ممكن تستبدليه بفلفل رومي 2 كده وبس. طبعًا أنا لمّا عملت التتبيلة دي فشِلت شوية كده على جنب، علشان خاطر الفراخ البانيه بتاعتي ما يبقاش فيه زلوطة ومكان الفراخ وبعضها والكلام ده كله، فشِلتها كده نضيفة على جنب. هاحاول بعد كده إن أنا أنزّل الفراخ بتاعتي قطعة، 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 قطعة ليه؟ علشان خاطر إن هي تبقى كلّها كده طايلة الخلطة بتاعتي، تمام؟ آمم أنا بصراحة هاستخدم أنا حاولت بصراحة إن أنا أسرّع الفيديو على قد ما باقدر، لكن في بعض المقاطع مش هاقدر إن أنا أسرّعها علشان خاطر فيها شرح للتتبيلة. بُصّوا، أنا مش باعلّم حد، لإننا كلّنا ما شاء الله علينا تبارك الرحمن متعلّمين، وكلّنا أحسن من بعض، لكن إحنا بنقول إن إحنا بنفكّر بعض بالوصفات أو بنفكّر بعض حاجات اللي إحنا ممكن نعملها. طبعًا عارفين العبادات، و إن إحنا عايزين نختم القرآن، وإن إحنا بيبقى عندنا عزومات، وإن إحنا عايزين ننضّف بيتنا علشان خاطر الناس اللي تدخل لنا، وعايزين نعمل حلويات، وعايزين نعمل عصاير. لمّا تبقى أكلة زي كده في 10 دقايق ممكن تعملي جنبها عصير، تعملي جنبها حلويات، تعملي جنبها كده، فهيبقى الموضوع سهل علينا. أنا هنا كنت نسيت الزبادي بصراحة إن أنا أنزّله مع الخلطة، فحطيته في الآخر، وهاقلّبهم بقى مع بعض تقليبة كده، تمام. بس. طيب أنا هاستخدم كمان في اختلاف النكهات هنا معايا، هاستخدم الأكياس الجاهزة من التتبيلة، مش هاعمل كل حاجة تتبيلة لوحدها. لو أنتم حابين إن أنتم هو الكيس ب5 جنيه تقريبًا، يعني مش حاجة، وبتاخدي منه للمرة الواحدة معلقتين، يعني أنا باقسم التتبيلة على مرتين، يعني التتبيلة ب2 جنيه ونُص مثلًا هتُقع عليكِ. كده هابتدي إن أنا آخُد المطرحة بتاعة الورك، على أساس إن أنا أعملها فراخ تِكّة. وفراخ التِكّة طبعًا هاشبّعها طبعًا بالتتبيلة كويس جدًا، وطبعًا أنا منغّزاها بالسكينة، منغّزة الفراخ بتاعتي كلّها بالسكينة بحيث إن التتبيلة تدخل جواها. هتدخّليها الفرن على نار متوسطة، مش نار عالية طبعًا علشان تستوي من جوّه. وبعد ما تستوي كده هتجيبي قطعة من الفحم وهتولّعيها، وهتغطّيها يا بورق فويل يا بغطا حلة عندِك أو أي حاجة، هتبقى كإنها فراخ مشوية جبارة. هتعملي معاها صينية مكرونة طبق مكرونة بصلصة، طبق مكرونة محمّرة، طبق رز وسلطة. الكلام اللي إحنا عارفينه ده مش هياخد معاكِ ربع ساعة في المطبخ بإذن الله تعالى، وهيبقى فراخ مشوية حاجة كده واو تحفة، متشبعة بالتتبيلة من جوه ومن بره وjuicy، وحسب طبعًا التسوية بتاعتِك. هدّي النار ما تعلّيهاش أوي، وفي نفس الوقت ما توطّيهاش أوي، بحيث إن هي تستوي من جوه ومن برّه. طبعًا هي هتنزّل سوايل وهتسوي بعضها في بعضها. لو حابة كمان إن أنتِ تحطيها على البوتاجاز من فوق قبلها حطيها، تمام. هنا معايا الفراخ التِكّة، التتبيلة بتاعة الفراخ التِكّة. آآ أنا هانزل بنُصّها، مش هانزل بيها كلّها، بحيث إن هي تتشبع. وبعد كده برضه في معلومة أنا عايزة أقولها، الأطباق الفِل مُضرة جدًا، جدًا، جدًا. فأنا طبعًا هاجيب الطبق الفِل قبل ما أحطه، هاحط كيس نايلون يكون عازل بين طبق الفِل ال الحاجة اللي أنا هاكلها يعني. طبعًا هاخد من الصوص برضه، بحيث إن هي تبقى غنية بالصوص وتبقى مستوية،
تمام. أنا بصراحة أولادي ما بيحبوش الفراخ المسلوقة علشان خاطر إن أنا أسلقها وآخد شوربة، فمش بيرضوا إن هُم ياكلوا الفراخ اللي هي مسلوقة أو متحمرة، الأكل التقليدي يعني. فعادةً باخد العضم ده وباسلقه وباعمل منه شوربة، وهاوريكم كمان العضم أنا خليته واستخدمته إزاي. أنا حسب طبعًا عدد أفراد أسرتِك بتحطي في الطبق. أنا عملت الكمية بتاعتي على طبقين، يعني إحنا 5 أفراد، فعملت على طبقين. تمام. كل طبق كان فيه 6 تقريبًا، 6. بعد كده ده كان معايا أول صنف، وهاشبعه كويس جدًا من الصوص علشان خاطر لو هاسويه في الأول على النار من فوق، على نار هادية من فوق، بحيث إن هو يبقى مستوي والعضم ما فيهوش أي دم ولا الكلام ده كله. بجد جربوا الخلطة دي، شوفوا التتبيلة دي جبارة، جبارة بجد. ما بال بقى لما تحطوا عليها الخلطة بتاعة المشاوي والفراخ التكة والحاجات اللي هي زي كده، كأنكم تاكلي في مطعم. طيب هبدأ بعد كده أجيب الوصفة التانية معايا. آه وبإذن الله تعالى هتكون الدبابيس الفراخ. دبابيس الفراخ أنا هعملها، أنا هشرح عبال بس ما أخلص اللي أنا بعمله ده علشان الفيديو ما يطولش مني. دبابيس الفراخ أنا هعملها فراخ كنتاكي. طبعا مش هحط عليها الكفر دلوقتي. ليه مش هحط عليها الكفر دلوقتي؟ علشان خاطر طبعا احنا بنحتاج قشرة معينة، قشرة معينة على الفراخ الكنتاكي اللي هي بتبقى مدرجة كده، فاهمين التدريجة بتاعت الكنتاكي؟ فأنا بعمل خليط. أنا عملته قبل كده بس ممكن هعمله تاني طبعا. خليط من الدقيق على النشا، على معلقة من النشا، على التبهيرة بتاعتي اللي أنا عملتها دي، على كاري، على ملح، أظبط ملحه طبعا، على توم باودر، على بصل باودر، أو هجيب فيجيتار من السايب بيبقى عليه كل حاجة. تمام. تمام كده أنا خلصت اللي هو أول صنف، وهدخل على صنف الدبابيس. هزود بس على صنف الدبابيس هزود زعتر فريش، زعتر وروزماري كده. أنا غيرت من طعم التتبيلة الأولانية أخدت طعم الفراخ التكة اللي هي أنا حطاها من التتبيلة الجاهزة. الفراخ التانية اللي هي الكنتاكي مع الكفر الخارجي كمان هحط لها الروزماري والزعتر، فكده هتبقى تتبيلة مختلفة تماما عن التتبيلة الأولانية. معلش أنا طولت عليكم شوية بس يمكن حد يستفاد مني بحاجة. تمام. ده اللي هو كمان الزنجر اللي هي الأجنحة بتاعة الفراخ هنعملها برضو بتتبيلة تانية مختلفة، هحط عليها من تتبيلة المشاوي. أنا بصراحة اعتمدت اعتماد كلي على الأكياس بتاعة بره، لكن في نفس الوقت التطعيمة اللي أنا حطيتها في الأول ادت نكهة بطعم حلو رهيب جدا. طيب ده كده الزعتر المطحون طبعا مطحون علشان خاطر ما يبانش في البق ويضايق. التوابل لما بتبقى بتقرش كده بتضايق في البق، بتضايق اللي بياكل يعني. طبعا هشبعها برضو من الصوص وهسيبها تتبل مع نفسها، طبعا مع مراعاة ان انا بكون منغزة الحاجات دي بالسكينة كده زي الفل. كده زي الفل برضو عملت منهم طبقين، عملت طبقين من الايه. كده هنبدأ نعمل الزنجر. بصي، حابة تعمليها صينية في الفرن براحتك، حابة تشويها براحتك، حابة تحمريها وتديها كفر كنتاكي براحتك،
حاجة ترجع لك انت، يعني دي حاجة ترجع لك انت، يعني انا اديتك المبدئية وانت كملي عليها. هنا بقى المفروض ان انا حطيت خلطة المشاوي. فين خلطة المشاوي؟ هتيجي دلوقتي بعد الفيديو ده. دلوقتي اللي هي الرقاب، محدش بصراحة بياكلها في البيت، بس مش هرميها، انا الواحدة اللي انا بقزقز فيها. فانا قلت انا ممكن اعمل صينية بطاطس في يوم فاضي مع كفتة مثلا ليهم ولا حاجة، وانا ازقز يعني ادخلها الفرن، بدل ما صينية البطاطس تبقى من غير لحوم او بمية، هتدخل الفرن وهتبقى حلوة يعني، بدل ما تبقى من غير لحوم والكلام اللي احنا حضراتكم عارفينه ده كله كده. الوصفة اللي بعد كده معايا بقى، هكون قطعت بقى ايه البانيه. انا بس عايزة اوريكم خلطة المشاوي بتاعة الاجنحة الاول قبل ما ادخل على البانيه. مش عارفة راحت فين مني، راح فين مني الفيديو ده. تمام. آه بجد بجد جربوا التتبيلة دي، هتعجبكم جدا 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 كمان. اهي كده الأجنحة ظهرت تاني اهي. هوريكم بقى الخلطة بتاعة المفروض الفيديو ده يكون قبل التاني بس مش مشكلة. م. طيب. هنا ايه الخلطة اهي بتاعة الفراخ بتاعة المشاوي. انا دلوقتي هحطها على الزنجر بتاعي ان هو يطعمها كده، طعم مختلف تماما عن الأطعمة التانية. فاهمين قصدي انا عايزة اقول ايه؟ عايزة اقول ان احنا هنغير في الطعم، فكده كأن اللي معاكي في البيت بياكلوا اكل مختلف كل مرة عن اللي بعده. كده انا خليت الفراخ معاكي، خليت الفراخ وده العظم اللي طلع، ودي كمان هنا البانيه انا مقطعاه. انا بنحب البانيه بيبقى تخين شوية. انا بقي وجعني من كتر الكلام، كتر خيركم بقى اللي يسمع الفيديو ده من اطالته يعني، بس غصب عني اعذروني. كده انا قطعت البانيه شرايح، ما شاء الله تبارك الرحمن. وكمان قطعت الصوابع، قطعت الصدر كده، قطعتهم صدرين، قطعتهم مكعبات علشان خاطر هعمل شيش طاووق. وهنا اللي هي الورب اللي طلع مني بقى، الحاجات اللي طلعت من الكتف، الحتت الصغنونة دي انا مش هرميها، انت حابة ممكن تعمليها بقى اي حاجة، تعمليها حواوشي، تعمليها. انا هعملها شاورما سوري. هنا معايا، عارفين الحتة اللي هي بتبقى بين الصدر وبين بين الصدر وبين العظم، اللي هي بتبقى طويلة شوية كده. انا آه هعملها صوابع ستريبس. شايفين العظم كمان فيه لحم، يعني ممكن كمان تعملي من العظم ده مرق الدجاج. انا عملته شوربة اكياس، حطيت من التتبيلة اللي انا عاملاها على ملح كويس، على بصل وطماطم، يعني الحاجات اللي هي زي كده، وخليتهم يغلوا شوية وحطيتهم في اكياس. هنا اول صنف معايا وهتبله بالتتبيلة بتاعة الشاورما السوري، ودي كانت تتبيلة الشاورما. انا هغير من طعم البانيه. طعم البانيه انا هحط البانيه، انا عملت البانيه معاكم قبل كده ببيضة واحدة، من غير بيض خالص. النهاردة هعمله ببيضة واحدة بس، ومش هعمله بلبن. يعني احنا عارفين كلنا ان البانيه بيتحط دقيق لبن بيض، يرجع في البقسماط وبعد كده يتحمر. لا انا هعمله بيضة واحدة بس. انتوا عارفين كلكم ان هنا بقى بحط التتبيلة التانية اللي هي شيش طاووق. يعني شفتوا طعم مختلف تماما بين الشيش طاووق وبين التتبيلة بتاعة الشاورما السوري. وكمان
هاغيّر من طعم الصوابع الستريبس، وهاحط لها الcover بتاعها بدوريتوز، الدوريتوز العادي بتاع الأولاد ده، أو أي snacks عندِك، شيتوس أو الكلام ده كله، كده إحنا بناكله يعني. بيضة واحدة بس اللي هاحطها على البانيه، بيضة واحدة بس، وبيضة واحدة هاحطها على الستريبس بحيث إن هو يلزق عليها الحاجات، بيضة واحدة. أنتِ بقى لمّا هتحطي لبن على بيض بُقّي وجعني من كتر الكلام معلش. آآ لمّا تحطي اللبن على بيض، شوفي بقى هتستخدمي كام بيضة، شوفي هتستخدمي كام بيضة، لكن هي بيضة واحدة بس وجربيها وعلى ضمانتي هيبقى البانيه لازق، القشرة لازقة فيه وكل حاجة. ده هاخلّيها وصفة منفصلة في فيديو منفصل تمامًا إن شاء الله، اللي هي الكبد والقوانص. طيب. عايزة أورّيكم الدوريتوز. أنا بصراحة كنت تعبت جدًا، فما قدرتش إن أنا أفرُم الدوريتوز في الخلاط، عملته بإيدي مش بالمطحنة. أنتم بقى اعملوه بالمطحنة، هيبقى معاكم حلو جدًا قبل ما تخلطوه مع البقسماط. خلطت للصوابع الستريبس ده دوريتوز، أنا كسّرته بإيدي بصراحة لإني كنت تعبت جدًا وما كانش عندي حيل إن أنا أستخدمه، وهاخلط عليه شوية من البقسماط، ده بقى للصوابع الستريبس فقط. شوفوا بقى غيّرت الطعم أهو. هاجي بقى للبانيه هاطلّعه من الخلطة اللي أنا عملتها دي، هاحط لها بقسماط فقط. بُصّي يا حبيبتي، أنتِ لو حابة إن أنتِ ما تعمليش الكمية دي كلها وتعملي كل تتبيلة على حدة في فرخة واحدة، اعملي براحتك، دي إمكانياتك وده بيتك ودي حياتك وانتي حرة. أنا بديكي وصفات وانتي حرة، لسه كمان هنعمل وصفات تانية كتيرة جدا جدا من الفراخ، زي ماك، وزي حاجات كتيرة جدا جدا، وزي حواوشي الفراخ، وقصص الفراخ دي ممكن تشكليها، وزي كفتة الاقتصادية بتاعة الرز بتاعة الفراخ. وادي الفيديو بتاعي، اذا عجبكم طبعا هتضغطوا لي لايك وشير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم ارفع عننا البلاء، ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ اولادكم جميعا، وافتكروني بدعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كده اكون خفيفة على قلوبكم. طبعا في حاجة نسيت اقولها، ان انا حطيت من التتبيلة اللي انا كنت شايلاها على الكل، حطيت من التتبيلة اللي أنا كنت شايلاها على جنب للبانيهات اللي أنا قطعتها كلها. أنا مش عارفة أنا الفيديو ده عدى عليا ولا معداش، بس أنا كنت نسيت أقول المعلومة دي. وباي باي.